خالص تقديري لكل الكلام اللي جه في التقرير، بس في حاجة هي دي اللي يعني ممكن نقول مربط الفرس. احنا عندنا هنا وزي ما الأساتذة دكاترة ضيوفي الكرام قالوها واحنا في فترة اللي احنا بنتفرج على التقرير، ان احنا أغلب الشعب المصري طبيب ومهندس وجراح ويعني فاهمين في كل حاجة، فبنقول كلام ممكن يكون مش دقيق، ممكن يؤدي بينا لمشاكل كتير. يعني رأي حضراتكم اللي يتوهم المرض ويصف لنفسه العلاج وكمان يهو قدرة على وصف العلاج للآخرين، رأي هو حضراتكم؟ غالبا اللي بيتوهم المرض مش بيوصف لنفسه العلاج على فكرة. لكن احنا بنقول احنا نعمل ايه مع شخص عنده المشكلة دي. هو لازم استشارة حد من الأطباء النفسيين، ده أساسي، لأن في جزء من العلاج يبقى علاج ممكن قد يلجأ ليه، وجزء منه علاج سلوكي، والعلاج السلوكي هنا ده مهم جدا. بالإضافة بقى إلى تغيير نمط الحياة للشخص ده. يعني لو ما كانش بيلعب رياضه لازم يلعب رياضه، يعني ما يبقاش عندي وقت فراغ قوي قاعد فيه باخده بيه أركز مع نفسي في حاجات غلط. قصه ان احنا سايبين ولادنا طول الوقت قدام الانترنت دي حاجه في منتهى الخطوره، مش بس عشان بيجي له توهم مرضي، لا، انت على السلوكيات اللي بيكتسبوها والالفاظ اللي بيقولوها والتصرفات. واحنا كلنا سمعنا عن مثلا بعض الاطفال اللي كانوا بيلعبوا بعض الجيمز ومش عارفه مين انتحر. فلا، الطفل محتاج ان انا ابقى عيني عليه، بس مش بعيني عليه عين الرقيب اللي كل خطوه بحاسب واخنقه، لا، تبقى قصه حرص، ولكن حرص معتدل. اتفق مع حضرتك تماما. اتفضلي. هو حضرتك يعني احنا بنقول دايما اهتمي بطفلك الاهتمام اللي يخليكي عارفه عنه كل حاجه من غير ما تخنقيه. يعني ابقى عارفه كل حاجه عنه بس ما ببقاش بضغط عليه. فمثلا ما ينفعش ان هو فعلا يفضل يقرا علاجات مختلفه ويحاول يجربها ويأذي نفسه بيها. طبعا دي مش موجوده خالص، دي مش تبقى مش في القاموس بتاعي خالص. لا، اهتم بيه واعرفه دايما الصح. احنا في اولى خطواتنا لعلاج التوهم المرضي نمره واحد بنعمل ان احنا نعالج الاسره نفسها. بأرشد المسؤول عن الطفل سواء الأب أو الأم، بعمل له إرشاد نفسي هو إزاي يتعامل مع الطفل أو مع المريض اللي عنده، سواء كان لأنه ممكن يبقى شاب مراهق داخلين على ثانوية عامة، فيبقى ساعات كتيرة بتجيلهم الحالات دي قوي، وبقت العيادات مليانة بيهم دلوقتي خصوصا في مرحلة المراهقة. فبالتالي أنا المفروض ما أتعامل إزاي. فواحد اتنين علاج ان انا بتعامل مع المرافق بالمريض نمره واحد. نمره اتنين ان انا اهتمامي بقى بالمريض ان انا اشغله بحاجات كتيره جدا تبعده عن اهتمامه بذاته. اهم حاجه ينشغل في برامج رياضيه، يلعب تمارينات، اعمال يوميه. حتى لو بيشتغل وبدا ينعزل عن عمله ابدا اقنعه ازاي يقدر يشتغل حتى لو في البيت. المهم اشركه في تفاعلات اجتماعيه دائمه بناءه، حاجات كلها تحسسه برفع مستوى ثقته بنفسه وفي نفس الوقت عدم الالتفاف حوالين ذاته. فلازم يكون التوهم المرضي مراقب منك ولكن دون ان يشعر. جميل. طيب لو دلوقتي زوجة جت، يعني هل يعني اللي متوهم مرضيا او اللي عنده الوهم المرضي ده بتبقى من الصغر ولا ممكن تيجي بقى في فترة من عمرية كبيرة؟ يعني ممكن ست تكتشف بعد فترة ان جوزها داخل في ديلمة التوهم المرضي، انا كبرت فانا حاسس ان انا عندي كذا وكذا وكذا وكذا، ده اللي في سني كلهم جروا لهم كذا وكذا وكذا، ويبتدي يعيش في الديلمة دي، او الست تعيش في ده. المفروض تتصرف ازاي؟ يعني احنا اتكلمنا فيما يتعلق بابنائنا لو هم داخلين في الموضوع ده ان احنا نساعدهم بطرق مختلفه زي ما حضراتكم تفضلتوا، ان احنا منها الرياضه وتغيير النشاط وتغيير وعدم يكون في وقت فراغ كبير. طب لو لقينا ان حد من الطرفين الحياه الزوجيه هو اللي دخل في المشكله دي متاخرا، طب نعمل ايه؟ هو العلاج بيمشي بنفس الخطه تقريبا. بمعنى ان هو لازم يتعرض على حد طبيب نفسي، ياخد علاج سلوكي، بنحلل المواقف اللي ادت الى هذا الاضطراب، اللي هو ايه اللي مخليه قلقان بالدرجه دي على صحته، ايه المواقف اللي عامله الكلام ده، وواحده واحده بنحللها ونقول له انت تتصرف في دي ازاي. بالاضافه الى ان احنا لازم يبقى في حاجه من نوع من يعني لو كان حد بيشتغل انا هشركه في حاجه تانية، يروح نادي صيفي، يخرج مع اصحابه، اللي هو ما سيبوش لنفسه طول الوقت يقعد يفكر في الكلام اللي هو مضايقه ده. او لو كان مثلا حد اكبر شويه يبقى هيلعب نوع، يبقى يشترك في اي نوع من انواع الرياضه مثلا، رسم، ان هم ما سيبوش فترات طويله منعزل مع نفسه، علشان ده هيزود المشكله مش هيحل المشكله. وزي ما بقول ما فيش ولا سن امن،
يعني زي ما ممكن يجي الاطفال الصغيرين يجي لسن المراهقه، يجي مثلا من سن من 18 ل 35 سنه، ودول تقريبا اكتر سن بيجي لهم القصه دي، او يجي حتى في السن الكبار اللي هم بداوا بقى ان هو بيعمل ده او بيتوهم ده حتى علشان يحس ان هو الناس تهتم بيه، كنوع من ان هو لفت الانتباه. بالظبط يلفت نظرك عشان تهتم بيه اكتر. طيب لو دلوقتي في تاريخ مرضي موجود في العيله دي، ان هم عندهم مثلا مرض شائع اللي هو كانسر، يعني ايا كان نوع المرض، بيجي لهم في مرحله او بيظهر في مرحله عمريه معينه، والجيل بقى الجديد اللي طالع بقى بيجي عند المرحله العمريه دي ويبتدي في حاله هلع. هل الهلع ده نتيجه يعني مبرر نتيجه التاريخ المرضي أكيد. ولا ده خلاص داخل برضو على حكايه ان هو عايش في دور لا انا اصل اسرتي كلها جالهم في السن ده المرض ده؟ تمام، ما هو هيبقى في تاريخ مرضي عنده بده، فهو بينشأ عنده استعداد للإصابة بالمرض، فدايما يبقى متوقع انه يصاب، فتبدأ ممكن بعض الأعراض تظهر في فترات محددة، لكن هو عنده الاستعداد اوريدي، لأن زي ما قلت لحضرتك الخبرات السابقة اللي بيمر بيها بتبقى سبب من أسباب ظهور فخبرات كلها سلبية، خبرات اوريدي ان في حد كده، فهو بيبقى عنده استعداد ان هو هيبقى كده فيما بعد، فده برضو خطر. الانتباه للي حوالينا، الانشغال بالآخرين، الانشغال وعدم يعني ترك من يكون عنده استعداد لهذا الموضوع، ان ما يبقاش عنده وقت فراغ كتير، الاهتمام، الحب، الرعاية، حاجات كتير قوي ممكن تكفي أبنائنا وتكفينا شر التوهم المرضي، واللجوء للمختص. اللجوء للمختص ده أهم حاجة عشان ما نقعدش نفتي وندخل نفسنا في ديلما. في النهاية بشكر ضيوفي الكرام الأستاذة الدكتورة سمية أحمد يوسف، أستاذ علم نفس آداب المنيا، شكرا لحضرتك. الأستاذة الدكتورة أماني مختار، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي جامعة عين شمس، شكرا لحضرتك. نتمنى للجميع دوام الصحة والعافية. فاصل ونواصل مع حضراتكم حلقتنا النهاردة وزينة. حبيبي